اهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات دبلوم المدارس الثانويه التجاريه في حلقه جديده من برنامجنا مدرسه على الهواء، وحلقه من حلقات مراجعه الرياضه الماليه. ان شاء الله النهارده هنراجع على مراجعه ماده الرياضه الماليه مع استاذنا المتميز الاستاذ محمد ابو نار. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا استاذ عماد، واهلا بابنائنا وبناتنا من طالبات التجاره نظام 3 سنين، وبرحب بحضرتك. وان شاء الله ندعو الله ان النهارده ربنا يكرمنا ونعمل حلقه كويسه مع بعض تفيدهم ان شاء الله باذن الله. النهارده ان شاء الله يا استاذ محمد احنا عايزين يعني ايه نكمل اللي بدأناه قبل كده ان شاء الله في مراجعه الماده. او نعرف طبعا ماده الرياضه الماليه ماده دسمه، وطبعا يعني الابواب بتاعتها طبعا متعدده وكتير. فطبعا احنا ايه كنا بدأنا قبل كده في مراجعه بعض الاجزاء. النهارده ان شاء الله عايزين يعني ربنا يكرمنا ويسعفنا باذن الله الوقت، يعني نحاول بقدر المستطاع نلم اكبر قدر، لعل وعسى تكون دي ايه يعني من الحلقات اللي ان شاء الله الطالب يعتمد على الله ثم عليها ان شاء الله بعد كده ان هو للامتحان. يعني ان شاء الله هنبدا النهارده من اول درس من الباب الاولاني اللي هو العلاقه بين الفائده البسيطه والفائده المركبه في العامين الاولين. ودايما بتيجي اول مساله العلاقه بين الفائده البسيطه والفائده المركبه، بتتمركز في قانونين صغيرين. ازاي اجيب المعدل؟ فالمعدل قلنا قبل كده بيساوي الفرق على فيه 1 في 100. عشان معدل يبقى الفرق على فيه 1 واضرب في 100 عشان معدل. عايز اجيب المبلغ بيساوي الفايده الاولى او فايده السنه الاولى على عين من 100 او على عين ونضرب في 100. اول فكره معايا ازاي اجيب المبلغ النهارده. هجيب المبلغ ازاي او اجيب المعدل؟ اول قانون عندي عين بيساوي الفرق بين الفايده البسيطه والفايده المركبه على فيه 1، وعشان معدل اتفقنا مع بعض هنضرب في 100. وعايز اجيب المبلغ، فالمبلغ بيساوي الفرق فيه 1 على عين من 100. خلي بالك معايا من عين من 100 دي في حاجات كتير قوي. لما يكون المعدل اقل من 10 اتفقنا قبل كده نحط صفر ونحط الكلام الجميل ده. اول فكره معايا ممكن يديني الفايده البسيطه للسنه الاولى وممكن يديني الفايده المركبه للسنه الثانيه. انا ان شاء الله هقول لك على حاجه جميله جدا. انا عندي هنا الفايده المركبه للسنه الثانيه، الفايده المركبه للسنه الثانيه، الفايده المركبه للسنه الثانيه 432 جنيه، وراح مديني الفرق اول مره يديني الفرق 32 جنيه. طبعا عايز مني المعدل وعايز منك المبلغ. حاجتين، انا مديك الفايده المركبه للسنه الثانيه يعني فيه 2 والفرق 32 جنيه، اقدر اجيب فيه 1. هعمل ايه حضرتك؟ قلت له هعمل كده، هقول فيه 2 ناقص الفرق، فيه 2 ناقص الفرق، فيه 2 432 ناقص الفرق 32 يطلع بالظبط وبالتحديد 400 جنيه. يبقى الفايده الاولى طلعت كام؟ قلت له طلعت 400. عملت ايه عشان تجيبها؟ قلت له طرحت الفايده المركبه للسنه الثانيه ناقص الفرق. بعد كده عايز اجيب المعدل، قلت له القانون بتاع المعدل انا عارفه. اسمه ايه المعدل؟ قلت له بقسم الفرق اللي هو 32 على فيه 1 واضرب في 100. الفرق على كام؟ قلت له الفرق على فيه 1. الفرق كام يا سيدي؟ قلت له الفرق اهو معايا 32 جنيه. يبقى المعدل بيساوي 32 على 400 واضرب في 100 يطلع بالظبط وبالتحديد المعدل 8%. لو عايز اجيب منك المبلغ اعمل ايه؟ بنفس القانون. المبلغ قلت له بيساوي ايه؟ قلت له في 1 على عين ومن 100. في 1 اللي هي الفايده البسيطه للسنه الاولى 400 جنيه على 8 من 100 يطلع بالظبط وبالتحديد 5000 جنيه. اصبح المبلغ معايا كام؟ قلت له اصبح المبلغ 5000 جنيه والمعدل 8%. وهقول الفكره دي تاني معايا. الراجل مديني فايده مركبه للسنه الثانيه 432 واداني الفرق بين الفايده البسيطه والفايده المركبه 32. طرحت ده من ده طلع لي فيه 1. طلعت الفايده البسيطه 400، قسمت ال 32 على فيه 1 400 طلع المعدل 8%. عايز اجيب المبلغ، تعمل ايه لما اجيب المبلغ؟ قلت له قانونه سهل، تقسم فيه 1 على عين من 100. ده اللي معايا. ومعايا فكره ثانيه جميله جدا. الفكره الثانيه دي هديك فايده مركبه العامين وفايده بسيطه العامين. تاني هديك فايده مركبه لمده سنتين، السنه الاولى والثانيه، وهديك الفايده البسيطه لمده سنتين. سامعك وانت بتقول لي هطرح الفايده المركبه لمده عامين ناقص الفايده البسيطه لمده عامين هيطلع لي كام؟ قلت له هيطلع لي الفرق. بس خلي بالك ما تنساش لما تيجي تطبق في القوانين لازم يبقى عندي فايده سنه واحده اسمها فيه 1 لمده سنه. اسمها ايه؟ فيه 1 لمده سنه. المثال بتاعي هيديك فايده مركبه للعامين الاولين وهديك الفايده البسيطه لمده عامين. المثال بيقول ايه؟ بيقول لي كده: اذا كانت الفايده المركبه في نهايه عامين 800 جنيه، يبقى الفايده المركبه في نهايه عامين 800 جنيه، بينما كانت الفايده المركبه للسنه الثانيه 832. عندك ايه معايا؟ قلت له اقدر اطرح ده من ده. جبت مين؟ قلت له جبت الفرق. الفرق بيساوي
الفايده المركبه لمده عامين ناقص الفايده البسيطه لمده عامين. يعني اطرح 832 ناقص 800 يطلع كام؟ 32 جنيه. السؤال اللي جاي ايه هو؟ ابدا اطبق في القانون. قلت له لا، مش هينفع اطبق في القانون. ليه؟ لان دي فايده مركبه لمده عامين اللي هي 800 جنيه دي، ودي فايده مركبه ودي فايده بسيطه لمده عامين. اولا مش هينفع اقسم على 2 ديت. امال تقسم على مين؟ قلت له اقسم البسيطه لمده سنتين على 2. اشمعنى؟ لانه فايده السنتين 800، انا محتاج سنه واحده، يبقى 800 على الاثنين يطلع بالظبط وبتحديد 400 جنيه. يبقى فايده السنه الاولى اصبحت كام؟ 800. الفرق كام؟ قلت له 32. اجيب من دولت مين؟ قلت له اقدر اجيب المعدل. سهل جدا ايجاد المعدل. قلت له ايوه سهل جدا اجيب المعدل. المعدل بيساوي، قلت له الفرق على فيه 1 واضرب في 100. الفرق كام يا استاذي؟ قلت له الفرق 32 جنيه على 400 برضه واضرب في 100 يطلع 8%. نفس المساله اللي فاتت. لما يكون معاك المعدل طلع 8%، اقدر اجيب المبلغ. قلت له اقدر اجيب المبلغ، بقسم فيه 1 على عين من 100، او ما انساش 400 على، خد علامه. في شباب كتير هيحط 8 كده وكده غلط، لا، لازم يحط 0 و8. لما تحط 0 و8 يطلع معاك ايه؟ قال لي 8 من 100 يبقى 4000 على 8 من 100 يطلع 5000 جنيه. يبقى القانونين اللي انا اشتغلتهم دلوقتي بتوع العلاقه بين الفايده البسيطه والفايده المركبه قانونين 2. القانونين دولت بيقولوا ايه؟ ان الفرق على فيه 1 يطلع لي العين، خلي بالك يطلع المعدل. ولو عايز المبلغ يبقى الفيه 1 على العين من 100. وما تنساش الوعد اللي بيننا، فاكره؟ لو كان المعدل اقل من 10 لابد من وضع صفر على يمين العلامه. يعني 8 نكتب 8 من 100. لو المعدل 7% يبقى 7 من 100. لو المعدل 12 من 100 يبقى علامه 12. وما تنساش ان انا عندي علاقه جميله جدا 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 بين الفرق الجميل ده وفيه 1. وخلي بالك منها السنه دي قوي. لو يبقى الفرق على فيه 1 يطلع لي ايه؟ الفرق على فيه 1 يطلع لي المعدل. ممكن اديك حاجه جميله كده، عايز اجيب فيه 1 اعمل ايه؟ قلت له اجيب فيه 1 ازاي؟ قلت له فيه 1 بتساوي الفرق على عين واضرب في 100. يعني انا حركت العين مكان الفيه 1 والفيه مكان العين. ولو في حاجه عند حضرتك يا استاذ عماد زي كده يا ريت تقولها لنا. طيب قبل التمرين حضرتك يا استاذ محمد، يعني من الملاحظ بالنسبه للجزء ده، يعني حضرتك كده التمرين اللي فات طالب جاله فايده بسيطه لسنتين، ايوه اللي هي 800 جنيه، ايوه وفايده مركبه لسنتين. نعم. طبعا احنا اعزائنا الطلبه طبعا اكيد عارفين ان الفايده البسيطه لكل سنوات متساويه، وان الفايده المركبه للسنه الاولى لازم تساوي الفايده البسيطه للسنه الاولى. نعم. طب انا لو انا طالب ومثلا قسمت ال 800 على 2 دي صح، فكده جبت ايه؟ جبت فايده السنه الاولى البسيطه. ايوه. وانا شغلي كله متركز على المركب. نعم. فيبقى انا اقول في 1 بسيطه بتساوي فائده مركبه. طب لو طرحت المبلغ ده يا استاذ محمد من فايده سنتين مركبه، كده انا مش ممكن بطريقه ثانيه اجيب فيه 2 واحط الفرق القانون فيه 2 ناقص يقعد، ولا على اساس لو هو مش جاهز؟ هقول لحضرتك على حاجه. انا عندي حاجه جميله لازم اقولها لحضرتك. اللي انا هقوله دلوقتي لازم اجيب الفرق بيجي ازاي، طبيعه الفرق بيجي منين. تمام. طبيعه الفرق من السنه الثانيه، ان الفايده المركبه للسنه الثانيه بتبدا تزيد عن السنه الاولى. يعني فيه 1 فايده بسيطه وفايده مركبه في السنه الاولى في نهايه السنه الاولى بيتساوي. لكن امتى يبدا التغيير؟ التغيير بيتم من السنه الثانيه، لان الفايده البسيطه ثابته، اما الفايده المركبه بتحسب على الجمله في نهايه السنه السابقه. خلي بال حضرتك. لكن اللي حضرتك بتسالني فيه هي فكره جميله قوي، ان انا هديله الفرق مره واديله فايده مركبه لمده عامين. ودي مشكله جميله وجت السنه اللي فاتت في الامتحان. هعمل انا ايه؟ اجيب فايده بسيطه فايده مركبه لمده سنتين، اطرح منها الفرق يطلع لي فايده بسيطه لمده سنتين، اقسم على 2، وبعد ما اقسم على 2 يطلع لي ايه؟ يطلع لي في 1 لمده سنه واشتغل بيها. يبقى لو انا اديتك فايده مركبه وفرق اطرح. طب لو اديتك فايده مركبه لمده عامين وفرق، اطرح وبعد كده اقسم على الاثنين. عشان القانون فيه ايه؟ لازم القانون يبقى فايده سنه واحده، هي الفايده البسيطه للسنه الاولى فقط. لكن اللي عند حضرتك وانا عايزك تقول لي لو في حاجه عندك في مساله حضرتك هنا، يعني ممكن الطالب برضو يركز معانا. ايوه. لو الفايده المركبه، اذا كانت الفايده المركبه بتزيد عن الفايده البسيطه في نهايه السنه الثانيه بمقدار 45 جنيه. الفايده المركبه بتزيد عن الفايده البسيطه في نهايه السنه الثانيه بمقدار 45 جنيه، وذلك بمعدل 15% سنويا. احسب المبلغ. يبقى انا عندي معطيين او مبلغين حضرتك. نعم. عندي المعدل 15%،
وعندي ان الفايده المركبه بتزيد عن الفايده البسيطه، وبالتالي هو لب الموضوع او محور كلمه السؤال تزيد عن او تزيد تقل دي، عن. عشان اقدر هقول أقدر. لحضرتك على حاجه. كلمه الفرق لما يجيبها لي ممكن يجيب لي الفرق صريحه، يعني يقول لك اذا علمت ان الفرق بين الفايده البسيطه والفايده المركبه. وكلمه يزيد عن او يقل عن معناها برضو الفرق، بس دايما الفرق عند الكبير، دايما الكبير هو الاكبر. الكبير عندنا هو الفايده المركبه للسنه الثانيه. الفكره بتاعت التمرين اللي انا قلتها، مديك فرق ومديك عين، مديك فرق ومديك المعدل وعايز المبلغ. وخلي بالك من الحته دي لما نيجي نشتغلها مع بعض. هنقول دلوقتي تمريني معايا بيقول لك اذا كانت الفايده المركبه تزيد عن الفايده البسيطه في نهايه السنه الكام؟ قلت له تزيد عنه في نهايه السنه الثانيه بمقدار 45 جنيه. يبقى الفرق كام جنيه حضرتك؟ الفرق 45 جنيه بمعدل 15%. احسب كم يكون المبلغ. قلت له هتك عليك كده بالراحه. انا كان عندي الفرق لما كنت بقسمه على عين من 100 كان يطلع ايه؟ قال لي يطلع بالظبط يطلع الفايده الاولى. قلت له لا، انا هشطب دي خالص وهقول لك نعمل ايه. انا حافظ قانون واحد. كنت بجيب المعدل ازاي؟ قلت له بقسم الفرق على فيه واحد واضرب في كام؟ قلت له في 100. فبعد اذنك انا عايز منك الفايده البسيطه الفيه واحد تعمل ايه؟ قلت له فيه واحد بتساوي، اخلي الفرق مكانه واقسم على عين من 100 او اضرب عين كده. يبقى القانون بتاعي الجديد ايه؟ ان انا عندي الفرق ده لما اقسمه على عين من 100 ايه اللي يطلع؟ قلت له الفرق لما يتقسم على عين من 100 يطلع لي فيه واحد. طب نقسم كام؟ قلت له الفرق 45 جنيه على المعدل 15. اوعى تنسى ال 100 يطلع بالظبط وبالتحديد كام؟ 300 جنيه. يبقى الفايده البسيطه كام؟ الفايده طلعت 300 جنيه. لما يبقى عندي الفايده البسيطه للسنه الاولى، خلي بال حضرتك، وعندي المعدل ما اقدرش اجيب المبلغ، قلت له اقدر اجيب المبلغ. المبلغ بيساوي ايه؟ قلت له بيساوي فيه واحد على عين من 100. الفيه واحد بكام؟ قلت له ب 300 جنيه. المعدل 15 من 100 يطلع بالظبط وبالتحديد 2000 جنيه. يبقى المبلغ طلع كام؟ 2000 جنيه. المشكله عندي فين؟ في الحته الجميله دي، ان الفايده الاولى بتساوي الفرق على عين من 100. خلي بال حضرتك يا استاذ عماد، كنت رسمت لهم شكل قبل كده، الشكل ده جميل جدا. الشكل ده عايز اجيب ايه؟ قلت له انا هحفظ قانون واحد وما تحفظش قوانين. احفظ قانون واحد وبعد كده طلع المجهول بره واقسم اللي بره على اللي جوه. يعني انا حافظ قانون. المعدل كان بيجي ايه؟ قلت له العين بيساوي فيه واحد على مين؟ على، قلت له عين بتساوي في الفرق على فيه واحد واضرب في كام؟ قلت له لو عايز الفرق هضرب العين في فيه، عايز اجيب فيه واحد اقسم الايه؟ الفرق على عين. يبقى كلمه الفرق اعرفها من كلمتين، ايه هما؟ كلمه تزيد عن او تقل عن. هنقل لنقطه ثانيه يا استاذ عماد بعد اذنك، ازاي اجيب الجمله المركبه. الجمله المركبه المبلغ بنضرب الجمله في جدول واحد، وما تنساش ان جدول واحد له رمز رياضي اسمه 1 وعين من 100 اس ن. الرمز الرياضي ممكن اجيبها بالاله، ممكن اجيبها بالجدول. هيجي لي جدول في الامتحان، هيبقى معاك جدول تشتغل بيه. خلي بالك لو عايز اجيب الجمله، الجمله المركبه المبلغ بضرب المبلغ في 1 وعين من 100 اس ن. يعني ايه؟ وما تنساش الوعد اللي اتفقنا عليه قبل كده برضه، لما يكون المعدل مش موجود في الجدول يبقى لازم اروح للجدول ولا اروح للاله. قلت له لا، اتعامل مع الاله. انا عندي قوانين الفايده المركبه 3 قوانين. الجمله بتساوي ايه؟ قلت له الجمله بتساوي الف في جدول واحد. قلت له طب لو مش عندي الجدول اعمل ايه؟ قلت له هقول ج بتساوي الف في 1 وعين من 100 اس ن. ادي اول قانون. الجمله المركبه لاي مبلغ ج بتساوي الف في 1 وعين من 100 اس ن. وما انساش ان انا اجيب الفايده المركبه، بطرح الجمله ناقص المبلغ. وبعد كده عندي فايده اي سنه وليكن الفايده اي فتره. الفايده الثالثه بتساوي ايه؟ قلت له بتساوي الفايده الاولى في 1 وعين من 100 اس، دي 3 ودي 1 يبقى الفرق 2. طيب جبت الاثنين منين؟ قلت له الفرق ما بين 3 و1. لو عايز الفايده الخامسه، قلت له الفايده الخامسه بتساوي برضه الفايده الاولى في 1 وعين من 100 اس كام؟ 5 من 1 يبقى 4. يبقى 3 قوانين معايا في الجمله المركبه. ازاي اجيب الجمله المركبه؟ قلت له ج بتساوي الف في جدول واحد او الف 1 وعين من 100 اس ن. ولو عايز اجيب فايده اي سنه، قلت له بضرب الفايده الاولى في 1 وعين من 100 اس المده تخس واحد. ومعايا تمرين جميل جدا. التمرين بيقول ايه؟ ان انا معايا مبلغ 20000 جنيه حطيته في البنك لمده 12 سنه بمعدل 11.2% سنويا. وبيسالك يقول لك تقدر تحسب الجمله المركبه والفايده المركبه عن السنه السابعه فقط، عن السنه السابعه فقط. لو عايز اجيب الجمله اعمل ايه؟ قلت له الجمله المركبه بتساوي الجمله المركبه عندي مبلغ 20000 جنيه بفايده مركبه معدلها 11.2% لمده 12 سنه. تقدر تحسب لي الجمله المركبه؟ قلت له اقدر احسب الجمله المركبه.
ج بتساوي ايه؟ قلت له الجمله بتساوي ا في 1 وعين من 100 اس ن. ايه اللي خلاني اشتغلت بالقانون ده؟ قلت له عشان المعدل 11 و2 من 10 ومش موجود في الجدول. عايز اجيب الجمله، قلت له الجمله بتساوي المبلغ 20000 جنيه في 1 وعلامه، اسال المعدل انت فوق ال10 ولا تحت ال10؟ قال لي انا فوق ال10، يبقى 112 اس المده 12. لو حبيت اعملها بالاله مره واحده تعملها ازاي؟ قلت له اقول 1 علامه 112 اكس واي 12 واقول يساوي، لازم احط يساوي، وبعد كده اضرب في ال20000 يطلع لي بالظبط وبالتحديد 71496 علامه 94. عايز اقولها تاني، قلت له قول تاني ازاي اجيب الجمله المركبه. الجمله المركبه لاي مبلغ ج بتساوي ا في جدول واحد، فج بتساوي ا في 1 وعين من 100 كله اس ن. الجمله بتساوي المبلغ 20000 في 1 علامه 112 اس كام؟ قلت له اس 12. تطلع لي الجمله المركبه. ضربتها ازاي؟ 1 علامه 112 اكس واي 12 واقول يساوي، تطلع 71496 علامه 94. استاذ محمد معلش، يعني يا ريت حضرتك 112 دي نوضحها لاعزائنا الطلبه، ان هو ايه ازاي بيتعامل معاها، عشان في بعض الطلبه بتقع كتير في موضوع ان هو يجي يحسب على الاله او 11.2% فبت ايه. طب هقول لحضرتك تاني وهنرجع لها. اه بص يا استاذ عماد، انا عندي المعدلات نوعين، تمام. معدل يقل عن ال10 ومعدل يزيد عن ال10. يبقى المحطه اللي في الوسط دايما في المعدلات تبقى كام؟ 10. ال10%. لما المعدل يكون اقل من 10 تعمل ايه؟ هكتب 1 وعلامه وانتظر، لان انا بجيب جمله مركبه. جمله الجنيه يبقى الجنيه وفايدته، صح؟ تمام. جمله ال5 جنيه يبقى ال5 جنيه وفايدته، بس احنا في الفايده المركبه بنتعامل بجنيه واحد. بعد كده الباقي سهل. عندي هنا لو المعدل 9%، اعملها ازاي حضرتك؟ بكتب 1 وعلامه واساله انت اقل من ال10 ولا ازيد من ال10؟ قلت له اقل من ال10، يبقى لازم الصفر ده ودي 9. امال دي اسمها ايه؟ دي اسمها 1 وعين من 100. طب المعدل 9.4%، 1 وعلامه، احط ايه بقى؟ احط الصفر وبعد كده ال94 كلهم. والعلامه ما فيش، خلاص كده ما فيش خلاص علامة. انتهت، لان ما ينفعش كده الرقم ما يبقى لهاش فيه دور علامتين. يعني. طب المعدل 13.2 كان فيه ايه؟ تمام. يبقى 1 علامه 102 وكام؟ و30. يعني نقدر نقول نلغي العلامه اللي هي اللي بعد، يعني 13 و2 اي علامه، طالما حطيت العلامه مره يبقى انا كده هلغي يبقى إيه؟ خلصت يبقى بقى. اكتب الرقم ما بدون ينفعش علامات. رقم يبقى فيه علامتين. تمام. نرجع تاني مرجوعنا لتمريننا. تمام. التمرين كان فيه المبلغ كان كام الف حضرتك؟ كان 20. والمعدل عندك كان كام؟ 11.2%. 11.2%. مده 12 سنه. والمده 12 سنه. وطلبنا من حضرتك الجمله المركبه. تمام. وبعد كده قلت الجمله المركبه بتساوي ايه؟ اكتب قانوني ج بتساوي ا في 1 وعين من 100 كله اس ن. الجمله بتساوي المبلغ كام يا سيدي الفاضل؟ 20000. 1 وعلامه، المعدل اقل من 10 ولا ازيد من 10؟ قال لي 11.2. تعمله ازاي؟ قال لي ادي 1 1 2 كله اكس واي 12. طلعت الجمله المركبه كام؟ الجمله المركبه عملت 71496 علامه 94. دي الجمله المركبه. انا عايز الفايده المركبه اطرح ايه من ايه؟ قلت له الفايده اطرح ال 71496 علامه 94، اطرح منها ال 20000 يطلع بالظبط وبالتحديد واحد وكام؟ دول 20 من 41 يبقى كده بالظبط يطلع 71، يبقى 51496 علامه 94. دي الجمله المركبه لمين؟ قال لي للمبلغ. انا عندي الفايده السابعه، عايز اجيب الفايده السابعه، اعمل ايه؟ الفايده السابعه لازم قلت لك لو انا ساكن في الدور السابع لازم امر على الدور الاولاني، صح؟ تمام. وهدوس على الاسانسير هطلع كام دور بعد السابع؟ بعد الاولاني للسابع 6 ادوار. لو عايز الفايده الاولى هضرب القرض في عين على 100، لكن انا محتاج الفايده السابعه فقط. الفايده السابعه فقط. الفايده السابعه بتساوي الفايده الاولى في 1 وعين من 100 اس كام؟ اس 6. نشتغلها مع بعض. نجيب الفايده الاولى الاول. بضرب ايه؟ القرض كان 20000 في المعدل بتاعنا كان كام؟ قلت له المعدل كان 11.2% على كام؟ يطلع 2240 جنيه. ده كده انا جبت مين؟ قلت له كده جبت الفايده الاولى. انا محتاج الفايده السابعه. الفايده السابعه بتساوي ايه؟ الفايده السابعه بتساوي الفايده الاولى في 1 وعين من 100 اس كام؟ 6. اس 6. الفايده الاولى جبتها 2240 في 1 علامه 112 اس كام؟ اس 6. لو معايا آلة هدوس 1 علامة 112 اكس واي 6 واقول يساوي واضرب في 2240 يطلع 4235 علامة 23. دي الفايدة بتاعت السنة السابعة.
خلي بال حضرتك بيطلبها في الامتحان دايما. الفايده السابعه بتساوي ايه؟ هقول له الفايده السابعه بتساوي الفايده الاولى في 1/100 اكس واي او اس كام؟ اس 6. طب افرض طلبت الفايده السادسه، يبقى برضو بنفس القياس. الفايده الاولى في 1/100 اس كام؟ اس 5. برافو عليك. بص ماشي يا استاذ احمد، لو في حاجه عند حضرتك مثلا، او ننقل لحاجه تانية يا ريت. انا شايف عشان بس ان شاء الله نلحق ان حضرتك نتعرض لاكبر كم ممكن من المنهج، نستفيد من وقت حضرتك الثمين يعني. يا رب يخليك. ان شاء الله احنا كده رجعنا العلاقه بين الفايده البسيطه والمركبه، ودخلنا في الجمله المركبه والفايده نعم. المركبه. يا ريت نخش في الدفعات عشان برضو ايه في يعني امثله او كلام كويس برضو نقدر ايه نتعرض له عشان نخش ان شاء الله في القروض بعد كده. ماشي. بص حضرتك يا استاذ عماد، احنا عندنا في حاجه اسمها الدفعات المتساويه، مره تكون عاديه ومره تكون فوريه. الاعتبار او الفصل او الحاجه اللي تفرق معايا متى يتم ايداع الدفعه. متى يتم ايداع الدفعه؟ امتى؟ لو كانت الدفعه بتتحط اول كل وحده زمن اصبحت الجمله عاديه. اصبحت الجمله عاديه. وكلمه عاديه يعني ايه؟ تدفع اخر كل وحده زمن. وبعد كده لو عندي جمله تانية بتتحط اول كل وحده زمن اصبحت الجمله عاديه فوريه. انا عندي علاقه بين الجمله الفوريه والجمله العاديه. قلت له طب ما تقول لي اجيب الجمله ازاي؟ هو ده السؤال. الجمله يا اما اجيبها بالجدول يا اما اجيبها بالاله. الجمله لو كانت عاديه فج بتساوي د في جدول 3 كده، عين في المية ونون. دي لو بالجدول. امال لو ما كانتش بالجدول قلت له طب ما تجيبي الفوريه بالمره. الجمله الفوريه بتساوي د في جدول 3 برضه نون وهنا عين. ايه اللي انا عملته؟ المفروض اكشف عند المده تزيد 1 ونقص 1 من الكشف. دي الفرق بين الجمله الفوريه والجمله العاديه. يبقى الجمله العاديه جبت ايه؟ قلت له الجمله العاديه جبت الدفعه في جدول 3 عين في المية ونون. ممكن اكتب جدول 3 كده. قلت له طيب لو المعدلات مش قلت له لو قسمت الاثنين دول على بعض بيطلع لي 1/100. هنشتغلها مع بعض دلوقتي. ان انا هجيب لك الجمله الفوريه والجمله العاديه. يعني في علاقه بين الجمله الفوريه والجمله العاديه. وقلتها لك قبل كده ان الجمله الفوريه دي بتتحط اول كل وحده زمن، دي بتتحسب. فبقسم الجمله الفوريه على الجمله العاديه بيطلع لي ما يسمى ب1/100. معايا في الكلام؟ قلت له طيب يبقى الجمله الفوريه على الجمله العاديه بيطلع لي 1/100. طب لو انا عايز الجمله الفوريه اعمل ايه؟ قلت له ما انا مش هحفظ بصراحه. يبقى ج شرطه بتساوي، قلت له الجمله العاديه في 1/100. طب عايز اجيب الجيم بس اقسم ايه؟ قلت له الجيم بس يبقى الجيم شرطه على 1/100. القانون ده قانون واحد وما تحفظش الا هو. طب عايز اجيب جمله عاديه او جمله اي دفعه اعمل ايه؟ قلت له لو معايا مثلا دفعه ولتكن 3000 جنيه، عايز اجيب الجمله الفوريه وعايز اجيب الجمله العاديه من غير استخدام الاله خالص، من غير اله، يعني هيشتغل مع جدول 3. لو عندي دفعه مقدارها 3000 جنيه، الدفعه كام؟ والمعدل 9% والمده 10، تقدر تجيب لي الجمله العاديه والجمله الفوريه؟ قلت له سهله جدا. يعني ايه الجمله العاديه؟ قلت له الجمله اللي بتتحط اخر. اما الجمله الفوريه الدفعه اللي بتتحط اول. عايز اجيب الجمله العاديه، بضرب ال 3000 دول في جدول 3. هكتبه جدول 3 كده 9% والمده 10. في ناس بتكتب كده، قلت له 10 و9 هي الدفعه 3000 فيه الكشف بتاع جدول 3 اظن حفظناه اللي هو كان 15 علامه. ايوه 19 29 تطلع 45578 علامه 79. دي الجمله لما تكون الدفعه عاديه. دي الجمله لما تكون الدفعه عاديه. طب لو عايز اجيب الجمله الفوريه اعمل ايه؟ قلت له نفس الطريقه. الجمله الفوريه بتساوي ايه؟ قلت له الجمله الفوريه بتساوي الدفعه في جدول 3. الدفعه في جدول عند المده والمعدل اهو. تعمل ايه معايا؟ قلت له هعمل الخطوه الجميله دي نون زائد 1 ناقص 1 من الكشف. يعني بجيب الجيم شرطه بتساوي الدفعه 3000 جنيه في جدول 3، المده 10، هكشف عند كام؟ قلت له عند 11 واطرح من الكشف 1. بعد ما اكشف هيطلع لي الجمله 49680 علامه 88. دي الجمله الفوريه. عملتها ازاي؟ كشفت عند المده تزيد 1 ونقص 1 من الكشف يطلع لك الجمله الفوريه. يبقى انا جبت جملتين. خلي بالك في الامتحان هيطلب منك جمله واحده، بس انت لازم تعرف ان الجمله بتساوي الدفعه في جدول 3. طب الجمله الفوريه بتساوي، قلت له الدفعه في جدول 3 عند المعدل عين ماشي، والمده قلت له نون زائد 1 ناقص 1. وخلي بالك من العلاقه بين الجملتين، ما تنساش انك تقسم الجمله الفوريه على الجمله العاديه. الجمله اللي بتتحط اول اللي بيسموها استثمار
على الجمله اللي بتتحط اخر اللي بيسموها سداد. يبقى لو قسمت ج شرطه على ج يطلع ايه؟ يطلع 1 وعين من 100. وما تنساش انك لو طلعت في الاله رقم 1 علامه 07 وجنبيه اصفار اصبح المعدل 7%. لو طلع في الاله 1 علامه 07 وجنبيه تسعات اوعى تخليه 7، هخليه كام؟ ما انا عارف، هتخليه 1.8%. طب استاذ محمد، هو كده حضرتك بالنسبه ايجاد الجمله العاديه والجمله الفوريه، نعم. اللي هو القوانين الطبيعيه اللي حضرتك بتتكلم في المثال عليها. ايوه. طب لو احنا حبينا دلوقتي يعني نعمل فكرتين في برضه متعلقه بالجمله، فكرتين في سؤال. يعني لو انا مثلا الطالب عارف ان الدفعات دي دفعات ثانويه. ايوه. طب احنا هنحاول يعني هنشوف مثال لو في دفعه تبقى مثلا نصف ثانويه ماشي. او ربع ثانويه، بحيث الطالب يعرف هيتعامل ازاي مع المده او هيتعامل ازاي مع المعدل ايا كان. ولو انا حضرتك اديت للطالب الجمله وطلبت مثلا ايه اي حد من العوامل بتاعه الجمله، المبلغ مثلا او يعني اي حاجه، مش لازم ان انا اطلب الجمله، انا هدي جمله واطلب مبلغ مثلا. طب ما نخليها نجيب العلاقه بين الجملتين والفكره بتاعت حضرتك نقولها بعد التمرين ده. ماشي. الفكره اللي عندي انا هديك جمله عاديه وجمله فوريه. لما اديك الجمله العاديه والجمله الفوريه تقسم ايه؟ قال لي هقسم الكبير على الصغير. الكبير على مين؟ على الصغير. لو قسمت الكبير على الصغير يحصل ايه؟ قال لي هجيب 1 وعين، 1 والمعدل. وخلي بالك لازم اقرب المعدل، وفي الحاله ديت بطير الواحد مع الواحد يطلع معايا المعدل. بعد كده بقول الجمله بتساوي الدفعه في جدول 3. عندي تمرين هنا مديني ايه يا استاذ عماد؟ مديني الجمله الدفعه 3000 جنيه والجمله العاديه والجمله الفوريه. لما يكون معايا جمله عاديه وجمله فوريه اعمل ايه؟ قلت له هقسم الجمله الفوريه على الجمله العاديه يطلع لي 1.1%. في شباب كتير هيغلط يقول لي ايه؟ هقسم الجمله العاديه على الجمله الفوريه. قلت له اقسم الكبير على الصغير. 1.1% بيتساوي الجمله الفوريه ج شرطه على الجمله العاديه اللي هي ج. لما تقسم بالظبط كده 49680 دي المساله اللي لسه واخدينها 88 على 45578 79. يبقى قسمت ده على ده يطلع 1 علامه 0.9. لما طير الواحد الجميل ده مع الواحد الجميل ده اصبح المعدل كام؟ قال لي حرك العلامه رقمين. اصبح المعدل كام في المية؟ قلت له اصبح المعدل 9% وسنويا مفيش مرات عليا. يبقى انا قسمت الجمله الفوريه على الجمله العاديه طلع لي ايه؟ لما اقسم الجمله الفوريه على الجمله العاديه يطلع لي 1.1%. هو عايز عدد الدفعات. عدد الدفعات يبقى نتعامل مع جدول 3. يبقى هو عايز عدد الدفعات، بقول ج بتساوي د في جدول 3 عين في المية والمدة نون. واشتغل بالجمله العاديه اللي ما فيهاش مشاكل. الجمله العاديه كانت 45578 علامه 79. الدفعه كانت 3000 في جدول 3 عند المعدل اللي انا لسه جايبه 9% والمده نون ما اعرفهاش. هطلع جدول 3 بره عند 9% والمده نون. نقسم الجمله على الدفعه. الجمله 45578 علامه 79 على 3000. اصبح معايا 15 علامه 19 29. الرقم ده سيادتك موجود في الجدول. لازم اروح اخبط عند جدول 3 تحت المعدل 9%. هقول من الجدول الثالث تحت 9% نجد ان نون بتساوي قال لي 10 دفعات. خلي بال حضرتك ان انا الجمله بتساوي الدفعه في جدول 3. الحاله دي لو اداني نون هيطلب الدفعه او اداني دفعه هيطلب نون. ويفضل التعامل مع الجمله العاديه. ويفضل التعامل مع الجمله العاديه ليه؟ لان الجمله العاديه ما فيهاش لا نزود واحد ولا ننقص واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. الفكره اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها يا استاذ عماد، ازاي يبقى في مرات تعليه. المعدل لما يكون سنويا يبقى ما فيش مرات تعليه في الدفعات، لكن ممكن يقول لي دفعات نصف سنويه يبقى مرات تعليه كام؟ 2 في السنه. نضرب المده في 2. نضرب المده في 2. افرض ان المعدل ربع سنوي، يبقى عدد مرات التعليه كام؟ 4. يبقى نضرب 4 في مده السنوات يطلع لي عدد الدفعات. بس في حاله نادره وخافوا منها وبخاف منها بصراحه، وناس كتير مش بتاخد بالها. لما يجي يقول لي 10 دفعات نصف سنويه او 10 اقساط نصف سنويه، يبقى نون بكام؟ لو قال لي 10 دفعات نصف سنويه يبقى نون ب10، لان هي كان اصلها 5 سنين وضرب في 2 اصبح 10 دفعات. لو قال لي 20 دفعه ربع سنويه تبقى نون برضه ب20. معايا حضرتك؟ لو في حاجه عند حضرتك فيها تمام. نصف وربع يا ريت تجيبها لنا الحاجات دي. وبالمره ممكن في نجيب الجمله ونطلب المبلغ ان شاء الله. ماشي يا ريت والله. يعني نقول مثلا لو قلنا دفعات عاديه نصف سنويه لمده أيوه. 5 سنوات ايوه بمعدل 7.2%. ماشي. كل نصف سنه. طبعا هو المفروض كل نصف سنه دي احنا مش محتاج لها، بس هي ايه كاضافه عشان الطالب لازم يفتكر. يتاكد المعدل كمان. يعني طالما انا قلت نصف سنويه عشان الطالب لو سرح او نسيها بتفكروا تاني حضرتك. نعم. طبعا ماشي. مالي يا أستاذ بلغت مالي؟ جملتها ايوه 27895 علامه 32. عايزين احسب لي. نحسب المبلغ. هقول لحضرتك تاني. معايا الاتي، انا معايا جدول 3. جدول 3 بروح له خبط عليه مره واحده، بلاقي لو المعدل سليم او والمده معاها سليم، لكن انا عندي المعدل 7.2. في رمز رياضي لجدول 3. ايه هو الرمز الرياضي؟ الرمز الرياضي اللي هو 1.1 أس ن ناقص 1 على ع من 100. واشتغلناها قبل كده ان انا عايز اجيب رمز جدول 3، وهرجع لتمرينك تاني يا استاذ عماد. رمز جدول 3 هو 1.1 أس ن ناقص 1 على ع من 100. القيمه دي لما بتخلصها وتخلصها خالص بيطلع القيمه اكبر من النون، اكتر من النون. يعني لما اكتب 1.1 أس ن ناقص 1 على ع من 100، هذه قيمة جملة دفعة مقدارها 1 جنيه. الرقم اللي بيطلع منها خلي بالك اكتر من النون. طب لو هي فورية قلت له 1.1 أس ن ناقص 1 على ع، اضرب فيه 1.1 زيادة. دي الجملة العادية ودي الجملة الفورية. دي الجملة العادية اللي هي السداد، ودي الجملة الفورية اللي هي الاستثمار. تمرين حضرتك يا استاذ عماد كان فيه ايه؟ قال لي التمرين كان بيقول لك ملهوني يا ريت ان انا عندي يودع شخص. دفعات عاديه ايوه نصف سنويه. نصف سنويه لمده 5 سنوات. نعم. يبقى المده 5 سنين. لا المده ما تبقاش 5 سنين. ما المده كامله، لكن هضرب في 2 عشان تبقى 10 عشان احنا قلنا كلام جميل. طيب بفايده مركبه 7.2%. نعم. من كل نصف سنه بلغت جملتها 27895 علامه 32. طيب عايزين مبلغ الايه مبلغ الدفعه نفسه. يبقى انا عندي نون بتساوي، اوعى تفكر ان انا هقول دلوقتي يودع شخص عندي كده
شخص عنده دفعات نصف سنويه لمده 5 سنين. 5 سنين يعني ايه؟ يعني الراجل راح البنك كل سنه مرتين، يبقى حط كام دفعه؟ 10 دفعات. 10. يبقى 2 في كام؟ 2 في 5 بتساوي كام؟ 10. ويا ريت تكتب لي جنبيها دفعه. اللي جاي بقى بعد اذن حضرتك ان انا عندي هنا ن بتساوي، قلت له ج بقى بتساوي د في جدول 3، قلت له اسف مش هشتغل بجدول 3، د في 1 وعين من 100 اس ن ناقص 1 على عين من 100. ليه؟ قلت له عشان دي جمله دفعه، دفعه عاديه. خلي بالك ان انت اديتني الجمله 27000 وعايز الدفعه. قلت له نقولها مع بعض تاني عشان ما عنديش مساحه هنا. هضرب د في 1 وعين من 100 اس ن ناقص 1 على عين من 100. الجمله اللي انت اديتها لي كانت 27895 علامه 32. الدفعه انا مش عارفها، هكتب دي ازاي؟ قلت له هكتب 1 وعلامه واسال المعدل. انت تحت ال10 ولا فوق ال10؟ قال لي 7.2 اقل من ال10. اس 10 ناقص 1 على 72 من 1000 يساوي تحت يساوي الدفعه فيه. مشكلتي فين؟ قلت له في الحته دي اجيبها ازاي في الاله؟ 1 علامه 072 اكس واي 10 ناقص 1 ولازم اقول يساوي. قلت يساوي اقسم على 72 من 1000 يطلع 13 علامه. 9 4 7 6 5 8. اطلع الدفعه بره. لما اطلع الدفعه بره اقسم اللي بره على اللي جوه. اللي بره اللي هو الجمله 27895 علامه 32 على 13 9 4 7 6 58 يطلع بالظبط وبالتحديد 2000 جنيه. ودي مبلغ الدفعه. اشتغلت برمز جدول 3. اشتغلت برمز جدول 3 ليه؟ لان المعدل مش موجود في الجدول. المعدل مش موجود في الجدول. يبقى انا جبت الجمله بتساوي الدفعه في جدول 3 وخبطت على الجدول وكان في شرط. رحت للجدول لان المعدل سليم، المعدل مش كسري. امتى اتعامل مع المعدل لو كان كسري؟ قال لي اتعامل مع رمز جدول 3 اللي هو ايه؟ اللي هو 1 وعين من 100 اس ن ناقص 1 على عين من 100. وقلت حضرتك لو عايز الدفعه بطبق تطبيق مباشر في القانون وبعد كده اطلع المجهول بره. عندي نوع من انواع الدفعات الجميله جدا جدا جدا. راجل بيحط دفعات لمده 10 سنين ويسيبها في البنك، يسافر بره او يطلب مني حساب جملتها في نهايه مده اخرى. دي تسمى الدفعات المتوقفه، وفي بعض الاحيان تسمى دفعات مؤجله. مؤجله ليه؟ لان جملتها سابها شغاله. عندنا طرق كتير في الكتاب، بس انا بقول لحضرتك خلي بالك من الطريقه اللي انا بحل بيها. الدفعه بجدول 3 لعدد الدفعات. اللي يطلع اضربه في 1 وعين من 100 اس مده التاجيل او مده التوقف يطلع لي جمله الدفعات المؤجله او المتوقفه. يبقى انا هبدا دلوقتي معاك اجيب جمله دفعه، وبعد كده اللي يطلع اضربه في 1 وعين من 100 اس مده التوقف. خلي بالك ممكن احط 10 دفعات في البنك واسيبهم في البنك شغالين لمده 3 سنين تانيين، يبقى هيطلب مني رصيد في نهايه 13 سنه. في نهايه 13 سنه. يبقى انا دلوقتي لو معايا مساله زي كده، راجل بيحط اول كل 6 اشهر دفعه. اول كل 6 اشهر دفعه لدى بنك مصر بمعدل كام؟ قال لي في نهايه 8 سنين. خلي بالك ان الراجل ده بيحط 2000 جنيه اول كل 6 اشهر، يبقى مرات التعليه كام؟ قلت له 2. خلي بالك من اول كل 6 اشهر لمده كام سنه؟ لمده 8 سنوات. احسب رصيده في نهايه 11 سنه، يبقى في 3 سنين ما حطش فيها دفعات ولا لا؟ توقف حاضر. يبقى انا عندي دلوقتي ن بتساوي كام؟ 2 في 8 يبقى 16 دفعه. ليه 16 دفعه؟ انا بحط اول كل 6 اشهر. اول كل 6 اشهر يعني كم مره في السنه؟ قلت له اول يبقى فوريه او استثمار. بعد كده عندي مرات التعليه 2. قلت له 2 في 8 في 16 دفعه. عايز اجيب مده التوقف. كم سنه مده التوقف؟ في كتير مش هياخد باله من ديت. 8 سنين و11 يبقى توقف 3 سنين. 3 في 2 ب6. يبقى انا عندي عدد الدفعات 16 دفعه. مده التوقف كام دفعه؟ قلت له 6 فترات. عايز اجيب الجمله ما تنساش انها فوريه. يبقى الدفعه عندي 2000، عدد الدفعات 16، معدلنا 7%. تقدر تجيب ايه؟ قلت له اقدر اجيب الجمله. الجمله الفوريه بتساوي ايه؟ قلت له الجمله الفوريه بتساوي د في جدول 3 عند المعدل عين في المية والمده ن زائد 1 ناقص 1. الجمله الفوريه بتساوي جمله الدفعات الفوريه بتساوي الدفعه 2000 جنيه في جدول 3 عند المعدل كام في المية؟ قلت له المعدل 7%. المده 16 بقت 17 ناقص 1. هندور على الكشف. قلت له روح 2000 جنيه في جدول 3 عند 17 بعد ما تطرح 1 يطلع 29 علامه 840 217
يطلع بالظبط وبالتحديد كام؟ 61680 علامة 43. دي الجملة الهين، قلت له دي جملة الثمان سنين أو جملة ال 16 دفعة. عايز أجيب الجملة الفورية، نفس الرقم ده الجملة الفورية بتساوي، أخد الرقم ده ينزل 61680 علامة 43 في 1 علامة 0.7 أس 6. ليه 6؟ 6 فترات، يطلع لي بالظبط وبالتحديد 92565 علامة 70. انت عملت ايه تاني؟ قلت له جبت الجملة العادية كده، جبت الجملة الفورية بتاعتي، ضربت الدفعة في جدول 3 واللي طلع ضربت كده دفعة في جدول 3 عند المعدل 7% والمدة 16 جمعت ليه بقوا 17 قدامي؟ قلت له عشان انا كشفت عند المدة تزيد 1 ونقصت 1 من الكشف. اللي طلع ضربته في 1.6 من 100. 1.6 من 100 ليه؟ لان دي مدة التوقف، المدة اللي ما حطش فيها دفعات، فبيسموها دفعات متوقفة. ومن الافكار المهمة جدا الدفعات المتوقفة في عند حساب الجملة. يبقى انا بحسبها ازاي؟ عندي طريقة تانية، ان انا بكشف جدول 3 عند المدة كلها واطرح منه جدول 3 عند المدة المتوقفة. خلي بالك من المسائل اللي انا قلتها دي، مسائل مهمة جدا هتعرف قيمتها ان شاء الله لما تجيلك في الامتحان. استاذ محمد، طب اسمح لي يعني لو انا يعني بالنسبه للمثال اللي فات بتاع الدفعات، نعم. اللي هو كان فيه المده 5 سنين والمعدل، لو حبيت اكلم الطلبه الفائقين يعني او اللي هم المتميزين، نعم. ويعني سامع طالب كده ممكن يكون بيقول بذهنه، احنا قلنا يعني لفت نظري ان المثال لمده 5 سنوات بفايده مركبه 7.2 وكتب جنبها كل نصف سنه. طب انا لو هل مثلا مستوى الطالب ما يوصلش ان هو يقول 7.2 كل سنه؟ لا هقول لحضرتك يا استاذ عماد، يعني لو ده المعدل سنوي؟ لا في مشكلة هنا. اولا في فرق ما بين المعدل الاسمي والمعدل الحقيقي. تمام. المعدل الاسمي لازم يكون عن فترة سنوية، لكن احنا بنتعامل مرات التعلية في مسائل الدفعات ومسائل الاقساط بيبقى مرتبط المعدل على جزء مخصص من السنة حالة وجود مرات تعلية. يعني انا لما احط كل 6 اشهر يبقى المعدل اللي هيجي لي في ورقة الاسئلة او في السؤال يبقى معدل نصف سنوي. لو المعدل الفايدة بيحطها مثلا تضاف كل 4 اشهر يبقى كان بيحط معدل ثلث سنوي. مرات تعلية بتيجي في مسألة الدفعات مرتين. مرات التعلية بتيجي بشكلين، شكل بعد ايداع الدفعة وشكل بعد المعدل، والاثنين شكل بعض. ازاي؟ ممكن يقول لي كل 6 اشهر ويقول لي جنب المعدل نصف سنوي. ممكن يقول لي الدفعة تدفع كل 6 اشهر لكن المعدل كل نصف سنة. يبقى لازم الاثنين شكل بعض. على اساس ان هو الطالب هيركز في الشغل على المده، يعني على هو 5 المدة. سنين فيضرب المده في عدد مرات التعلية. أيوة. لكن ما يقسمش المعدل على 2. ما ينفعش يقسم المعدل ويضرب المده. لا. ليه؟ لان المعدل اللي بيجي له استاذ عماد في التمرين بيبقى معدل حسب مرات التعلية، يعني معدل ربع سنوي جايبه جاهز، يعني هو بيجي له جاهز. تمام. لكن اللي حضرتك بتساله فيها، الفكره اللي بتسال فيها دي هي فوقهم شويه، لما اديله معدل سنوي فبقسمه على مرات التعلية، دي مش عندنا في المنهج بتاعنا. تمام. ماشي. يبقى انا دلوقتي لو اديتك مرات تعلية اضرب المده في عدد مرات تعلية على طول، ما تقسمش المعدل على عدد مرات التعلية. يبقى المده لو الفايده بتدفع مرتين يبقى المعدل هنشتغل بيه اوتوماتيك، لكن المده نضربها في 2. لو الفايده تدفع كل 3 اشهر يبقى 12 على 3 في 4 نضرب المده في 4 ونشتغل عادي. هننقل فكره ثانيه عن استهلاك القروض. كلمه استهلاك القرض يعني ايه؟ كلمه قرض يسدد يعني قرض يستهلك. يسدد يعني ايه؟ هو ده السؤال. كلمه قرض يسدد يعني قرض يستهلك. عندي طريقه الاقساط المتساويه. بتوع الرياضة المالية عملوا لنا جدول 4 لإيجاد القسط المتساوي أو القسط العادي. القسط العادي هو ذلك القسط الذي يدفع في نهاية كل وحدة زمن. يدفع إمتى؟ في نهاية كل وحدة زمن. في سامع واحد يقول لي بتحسبه آخر، قلت له هياها. يبقى القسط الذي يدفع آخر كل وحدة زمن يسمى قسط عادي. ممكن أروح أشتري قسط النهاردة أو أشتري عربية أو أشتري شقة، التاجر بيقول لي أول قسط ادفعه دلوقتي، هذا القسط يسمى قسط فوري. القسط الفوري اجيبه ازاي؟ قلت له هو ده موضوع التمرين اللي جاي. بجيب القسط العادي واقسمه على 1 والمعدل، لان انا بشيل منه فايدة سنة فبقسمه على 1/100 اللي هي جملة الجنيه الواحد. في قسط ثالث يدفع بعد مرور اكتر من وحدة زمن يسمى القسط المؤجل. القسط المؤجل يدفع بعد اكتر من سنة. ازاي؟ ممكن اشتري شقة زي ما قلت لك او اشتري عربية او اشتري اي شيء واروح للتاجر اقول له انا مش هقدر ادفع لك السنه دي او السنه الجايه، او القسط هدفعه لك بعد 3-4 سنين، فيقول لي ماشي، يبقى القسط ده هيتحمل بفوائد مده التاجيل. يبقى لما الاقي في التمرين عندي كلمه قسط متساوي اروح فين؟ قلت له اروح لجدول 4.
لما الاقي كلمه قسط متساوي يبقى القرض في جدول، قلت له جدول 4. طيب عايز اجيب القسط المتساوي اعمل ايه؟ قلت له يبقى هكتب القسط المتساوي كده. وخلي بالك القسط المتساوي ده العادي اللي بيدفع امتى؟ قلت له اللي بيدفع اخر كل وحده زمن. بتعمل فيه ايه؟ قلت له بقول بيساوي القرض او السلفه في جدول 4. جدول 4 عين في المية ونون. طب بعد كده عايز اجيب من القسط المتساوي ده قسط فوري. قلت له قسط فوري الذي يدفع الان بيساوي القسط العادي على 1.1%. لو عايز اجيب القسط المؤجل اعمل ايه؟ قلت له بضرب القسط العادي او المتساوي فيه في 1.1% اس مدة التأجيل. يبقى الاقساط 3 اقساط: قسط متساوي، قسط فوري، قسط مؤجل. وخلي بالك من الالفاظ ديت. القسط العادي يدفع اخر كل وحدة زمن، القسط الفوري يدفع الان، يدفع اليوم، يدفع نقدا، يدفع عند التعاقد، يسمى قسط فوري. عشان نجيب فوري نعمل ايه؟ قلت له لازم اجيب المتساوي واقسمه على 1.1%. عايز القسط المؤجل الذي يدفع بعد مرور اكتر من سنة، الذي يدفع بعد مرور اكتر من سنة. ولو في حاجة عند حضرتك يا استاذ عماد في تمرين ممكن نطلب فيه ال3 مطالب مع بعض حضرتك؟ ممكن. تمام. بس عايز اجيب العلاقة بينهم، يعني تمام. عشان عايز اجيب العلاقة بين القسط الفوري والقسط المؤجل، او العلاقة بين القسط الفوري والمتساوي. تمام. يعني لو قلنا مثلا قرض قيمته 50,000 جنيه ماشي. بيستهلك على 10 سنوات، على 10 اقساط سنويه متساويه من راس المال والفوائد معا. يبقى دي كل بيانات التمرين حضرتك. ماشي. قرض قيمته 50,000 جنيه يستهلك على 10 اقساط سنويه متساويه من راس المال والفوائد معا. عايزين احسب القسط المتساوي طبعا اللي هو العادي، واحسب القسط الفوري، وعايزين نحسب القسط المدفوع بعد مرور 4 سنوات. طب نقرا تاني مع حضرتك واقول لك الاتي. انت اديتني قرض واديتني معدل واديتني عدد الاقساط. اديتني قرض واديتني معدل واديتني عدد اقساط، وطلبت مني ايه؟ قلت له من الثلاثه دول ما بصش للمطلوب الثاني. الكلمه اللي شددني قوي كلمه اقساط متساويه من راس المال والفوائد معا. دي تخليني اروح لجدول 4. جدول 4 وانا مغمض اخد القرض اضربه في جدول 4 يطلع لي ما يسمى بالقسط المتساوي او القسط العادي. القسط الذي يدفع في نهايه كل وحده زمن. وهناك قسط ده طلبه فوري وطلب بعد كده القسط المؤجل. المشكله لازم اجيب القسط المتساوي. عندي 3 عناصر للقسط. عشان اجيب قسط لازم يبقى عندي قرض، عندي معدل، عندي عدد اقساط. وخلي بالك لما يقول لك 10 اقساط نصف سنويه تبقى نون وانا مغمض قلت له ب10. لو قلت لي 20 قسط ربع سنوي اوعى تضرب في 4. 20 قسط ربع سنوي تبقى نون ب20. برافو عليك. التمرين اللي معايا اللي حضرتك قلت لي عليه يا استاذ عماد ان انا معايا قرض قيمته 50,000 جنيه. هذا القرض الذي يستهلك على 10 اقساط. كلمه يستهلك يعني يسدد. يسدد على 10 اقساط متساويه من راس المال والفوائد معا. الكلمه الجميله دي معناها ايه؟ قلت له ان هذا القسط يدفع اخر كل وحده زمن بطريقه الاقساط المتساويه بفايده مركبه معدلها 7% سنويا. عايز من حضرتك تجيب لي القسط المتساوي، القسط الفوري، القسط الذي يدفع بعد مرور اكتر من 4 سنين، بعد مرور اكتر من سنه اللي هي 4 سنين. تمام. عايز اجيب القسط العادي. قلت له سهل جدا. اول خطوه اجيبها قلت له اضرب ايه في ايه؟ قلت له بضرب القرض ال 50,000 في جدول 4 عند المعدل 7% والمده كام؟ قلت له 10. المعدل كام؟ قلت له 7% وعدد الاقساط كام؟ 10. لما تضرب لي ال 50,000 الكشف ده بالظبط 14 23 77 5 يطلع لي كام؟ 7118 علامه 88. تاني القسط جبته ازاي؟ ضربت القرض في جدول 4. القرض ال 50,000 المعدل 7 عدد الاقساط 10. جبت منهم ايه؟ قلت له جبت منهم القسط المتساوي او القسط العادي. كتبت كده القسط العادي بيساوي محتاجه اضرب ال 50,000 في جدول 4 عند المعدل 7% والمدة 10. ال 50,000 اهمت في جدول 4 اللي هو 14 23 77 5 طلع 7118 علامة 88. عايز اجيب القسط الفوري. القسط الهون اللي هو بيساوي القسط المتساوي. القسط المتساوي على او القسط العادي على 1.1%. 7118 علامة 88 على 1 علامة المعدل 7 يبقى 0 و7. القيمة اللي هتطلع أقل من ال 7118 طلعت معايا 6653 علامة 15. كده جبت القسط الفوري. جبته ازاي؟ قال لي جبت القسط الفوري لما قسمت القسط العادي على 1.1%. عايز اجيب منك القسط المؤجل.
ايه هو القسط المؤجل؟ قلت له القسط المؤجل هو ذلك القسط الذي يدفع بعد مرور اكتر من سنة، بيساوي القسط العادي على. قال لي لا. قلت له هضرب فيه 1 أس مدة التأجيل، أس مدة. القسط العادي كان 7118 علامة 88 في 1 علامة المعدل 7%، مدفوع بعد 4 سنين، يعني اتأجل 3 سنين. اتأجل كام سنة؟ 3. قال لي يدفع ده القسط ده المؤجل الذي يدفع أو المدفوع بعد مرور، كاتب هو في التمرين عندي 4 سنوات. لما هو مدفوع بعد 4 سنين معناه انه اتأجل كام سنة؟ قلت له 3، لأن القسط العادي بيدفع بعد سنة. يطلع 8220 علامة 93. جبت القسط المؤجل ازاي؟ قلت له قسمت ايه على ايه؟ قلت له قسمت القسط العادي، ضربت القسط العادي في 1 يبقى انا جبت 3 اقساط. قلت له جبت 3 اقساط. جبتهم ازاي؟ اول حاجة جبت القسط المتساوي، القرض في جدول 4، ولما اجيب القسط في جدول 4 هيطلع لي ما يسمى بالقسط العادي او القسط المتساوي. اقسمه على 1 يطلع الفوري. اضرب القسط ده في 1 أس مدة التأجيل يطلع لي القسط المؤجل. 3 اقساط ما تنساهمش، خلي بالك، 3 اقساط ما تنساهمش. قسط عادي، قسط فوري، قسط مؤجل. اكبرهم القسط المؤجل. طب ما تيجي تديني شكل، كنا عملنا شكل قبل كده، كتبت هنا القسط العادي. جبته ازاي ده؟ قلت له ضربت القرض في جدول 4، ضربت القرض او السلفة في جدول 4. هنا لما اقسم هنا اجيب القسط الفوري ازاي، واجيب من ده القسط المؤجل ازاي؟ يبقى الاساس عندي هو القسط المتساوي اللي جبته بالقرض في جدول 4. هنا قسمت على 1 طلع الفوري. هنا ضربت فيه 1 أس مدة التأجيل طلع القسط المؤجل. وعندي حضرتك بقى في فكرة يا استاذ محمد، معلش، لو اتفضل. حبينا واحنا في نفس الدرس برضو اللي هو القروض، نربط ما بين استهلاك القروض والسندات مثلا عشان نقدر نتعرض للسندات. طيب معايا يعني- فكرة يعني وهقولها لحضرتك. اه طيب معايا فكرة بسيطة الأول بس عشان الوقت ما يسرقناش. ما انا عشان من نلحق نقول الأفكار السندات برضو. المهمة جدا 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 في الامتحان. تمام هجيب له جدول استهلاك قرض ناقص وهكمله بس، تمام وهجيب لك علاقة بين استهلاكين، وهرجع تاني للطلب بتاع حضرتك بتاع السندات. تمام يعني همر مرور الكرام بس على جدول ناقص هم متعودين عليه بصراحة. تمام وفي مدرسة الهوا قلنا حوالي 3-4 مرات، 3 مرات كمان. وبعد كده هجيب علاقة بين استهلاكين مهمة جدا جدا السنة دي، العلاقة بين الاستهلاكين. وبعد العلاقة بين الاستهلاكين هجيب استهلاك القروض. المثال اللي معايا بيقول لحضرتك الآتي: إن أنا في ميالي جدول استهلاك سلفة بطريقة الأقساط المتساوية. عايز أجيب من حضرتك القرض، وعايز أجيب المعدل، وعايز أجيب القسط المتساوي. المعدل سهل جدا، قلت له ممكن أقرأ مثالي وهقول لحضرتك بسرعة جدا جدا عشان الوقت اللي معانا. عايز أجيب أدي الفايدة وادي الاستهلاك، أجيب من دول مين؟ قلت له أجيب منهم القسط المتساوي. أجمع ال200 آسف زائد 416 علامة 45، يطلع لي مين؟ يطلع لي القسط المتساوي. جبته ازاي القسط؟ يطلع 616 علامة 45. جبت القسط. خلي بالك انا اديتك هنا ايه؟ فايدة واستهلاك، جمعناهم جبنا مين؟ قلت له جبنا القسط. لو جمعت الاستهلاك والرصيد اخر السنة يطلع معايا الايه؟ يطلع معايا القرض. يبقى القرض جبته اهو. هجيب القرض ازاي؟ قال لي هجمع 416 45 زائد 4583 55، يطلع القرض بالظبط وبالتحديد 5000 جنيه. خلي بالك بقى معايا، انا عندي المعدل ناقص، اقسم ايه على ايه؟ قلت له في 1 على القرض واضرب في 100. الفايدة الاولى اللي كانت 200 جنيه في 100 واقسم على القرض اللي فوق 5000 يطلع 4%. عايز عدد الاقساط، يبقى انا جبت حاجتين. جبت الاولانيه، الفكره الاولانيه عملت ايه؟ قلت له الفكره الاولانيه جمعت الفايده على الاستهلاك طلع القسط، جمعت الاستهلاك زائد رصيد اخر السنه طلع القرض، قسمت الفايده الاولى على القرض طلع لي المعدل. في مساله معايا على العلاقه بالاستهلاكات، يا ريت لو معانا وقت اقدر اقولها بس يعني فكرة حتى يا استاذ محمد، يعني حتى مش لازم يعني ارقام مثلا الطالب يعرف بس ايه العلاقة وهيعمل ايه يعني، حتى هو يشتغل مش مشكلة لوحده، بس يبقى فاهم ايه الفكرة هتمشي ازاي بس. طيب. يعني عشان وقت حضرتك. ماشي. هي التمرين كبير بس بصراحة أقوله بسرعة. إن أنا عندي قرض قيمته 500,000 جنيه. القرض اللي 500,000 جنيه ده بيستهلك أو بيسدد بطريقة الاستهلاك الأقساط المتساوية على 10 سنين. أول خطوة بجيب حاجة اسمها السندات المصدرة. السندات
خلي بالك الراجل طالب منه عدد السندات المستهلكه اخر السنه الاولى واخر السنه الثانيه. القرض عندي 500,000 جنيه مستهلك او يستهلك على سندات على القيمه سنة. الاسميه 100 100 جنيه جنيه. للسند. بس خلي بال حضرتك، وده اللي تهمني قوي، طريقه الاقساط المتساويه. هو شاطر جدا في الاستهلاكات. الاستهلاكات المتساويه سهله، لكن الاقساط بالنسبه له هي مشكله. فبجيب السندات المصدره، بقسم القرض 500,000 على القيمه الاسميه 100 جنيه، يطلع 5000 سند. اول خطوه تجيلي على طول، طالما انا بجيب الكلام ده، بجيب كف واحد بتساوي السندات المصدره على جدول 3 تساوي 5000 سند، تساوي 5000 سند، تساوي 5000 سند على جدول 3 عند المعدل 9% والمده 10، يطلع بالظبط وبالتحديد 329 علامه 10. عايز اجيب عدد السندات المستهلكه في السنه الثانيه، باخد كاف 2 بتساوي كاف 1 3229 علامه 10 في 1 علامه 09، يطلع بالظبط 358 علامه 72. خلي بالك ده مش هيقرب، وهم شطار في الحته دي قوي. ده يزود يبقى 359 سند. كده انا جبت السندات المصدره ازاي؟ قال لي قسمت القيمه الاسميه على القرض على القيمه الاسميه، وبعد كده جبت كاف واحد بتساوي المصدره على جدول 3، وانزل اضرب في 1 وعين من 100. لو طلب المتداوله اجمع كاف واحد وكاف 2 ناقص المصدر اللي انت جبته. والكلمه لحضرتك يا استاذ عماد. طبعا كده يا استاذ محمد، الحمد لله احنا يعني اعزائي الطلبه احنا راجعنا دلوقتي على معظم فقرات الرياضه الماليه، والنهارده راجعنا على الفايده والجمله والعلاقه بين الفايده البسيطه والفايده المركبه والدفعات، وخدنا جزء في القروض، وخدنا مثال اخير في استهلاك القروض. في النهايه يا استاذ محمد احنا بنشكر حضرتك جدا، ونتمنى ان شاء الله ان الطلبه تعمل بالوعد بتاعنا ان شاء الله اللي احنا متفقين عليه معاهم، يعني لان الامتحانات خلاص حضرتك ان شاء الله احنا على الابواب يعني خلاص. وربنا ان شاء الله يوفقهم جميعا. وفي النهايه انا بشكر استاذ محمد ابو نار موجه الرياضه الماليه والاحصاء وزاره التربيه والتعليم، وان شاء الله القاكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتي